السلام عليكم. عملت وصفة جميلة من وصفة أهلنا في فلسطين، وهي المسخن الفلسطيني. وصفة جميلة ولذيذة وسهلة. كيلو بصل قطعته قطع كده كبيرة أو شرايح، حطيته في حلة مع زيت ذرة ومع سمنة بلدي. الطريقة الأصلية بتتعمل بزيت الزيتون، ولكن طبعا احنا زيت الزيتون طبعا انتوا عارفين انه غالي جدا، فعملت بيه الزيت الذرة وعملت بالسمنة البلدي. الفراخ بتاعتي طبعا متقطعة ومتنضفة كويس جدا جدا، وحطيت على البصل الفراخ بعد ما البصل طبعا اتدبل شوية. تمام، حطيت حبهان وحطيت ملح وحطيت فلفل اسود. الوصفة مفيهاش بهارات كتير، لان البهار الاساسي هيكون السماق، وده هنحطه في الاخر بعد ما الفراخ بتاعتي تستوي. طبعا بقلب الفراخ كده تقليبتين وبوطي عليها النار وبسيبها تستوي براحتها. ولو احتاجت شوية مية صغيرين هنحط شوية مية صغيرين، لان انا محتاجة الصوص ده، هو ده اللي هعمل بيه الوصفة بتاعتي. الفراخ عندي استوت، هحط سماق وهقلبها بالراحة كده، وهبتدي اطلع الفراخ على جنب عشان انا الصوص ده هستخدمه. هجيب صينية، هحط في الصينية كده في القعر بتاعها هحط طبعا شوية من الصوص ده اللي هو عبارة عن بصل وسماق وفلفل اسود والملح. تمام، وهبتدي ارص الخبز بتاعي او العيش بتاعي، وهو خبز الصاج، او بنسميه في مصر بتاع خبز الشاورما. تمام، الوصفة الأساسية أهلنا في فلسطين بيستخدموا خبز الطابون، ولكن طبعا احنا ما عندناش خبز الطابون، فانا استخدمت خبز الصاج. على فكرة جميل جدا، طعمه لذيذ ورقيق، كأنك بتعملي صينية رقاق باللحمة مفرومة، بس يعني دي بالفراخ. هتبتدي بقى ترصي كده طبقات. طبعا انا ما زودتش سماق كتير قوي، لان خفت طبعا من يعني ردة الفعل بالنسبة اللي هياكل الوصفة دي، لان احنا طبعا مش متعودين على السماق الا في حاجات بسيطة، يعني وصفة سلطات او كده او في الشاورما، وبيكون برضو مش كتير. هنخلص طبقات، وكل طبقة هنرش سماق طبعا عليها، زود سماق يعني نرش عليه بين كل طبقة وطبقة. اخر حاجة هنحط الرص الفراخ بتاعتنا، وكمان هنرش عليها سماق. تمام، وبعد كده هندخلها الفرن طبعا من تحت ومن فوق، بحيث ان هي تبقى مقرمشة ومتحمرة من تحت، وكمان تبقى مقرمشة ومتحمرة من فوق. وصفة جميلة جدا جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم.